السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ أم زياد البسيط والمجرب. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومخصكم حتى شي خير، اموركم مزيانه. نبداو كلامنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم بحول الله غنقدم معكم وصفه اللي غنيه عن التعريف، هي المسمن، واللي دير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو المسمن ديال هاكم باك، اللي يعني بطريقه يعني سهله بالنسبه للمبتدئين. وغنعطيكم الراي ديالي في هذا المسمن هذا. بقاو معايا لاخر الفيديو حتى تشوفوا هذا المسمن هذا واش ناجح ولا ماشي ناجح. العجينه راني صورتها والمقطع تمسح لي، كنعتذر منكم. المهم العجينه فيها غير يعني اي عجينه ديالكم ديال المسمن اللي معتمده عندكم. صافي خليتها كتخليوها حتى كترتاح مزيان مزيان. كنقطعوها كويرات وكنغطيوها عاوتاني بالبلاستيك الغذائي، كنخليوها كترتاح وكنسرحوها بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. يعني كنسرحوها تكون ما كنرقوهاش مزيان حتى كيبان لنا سطح العمل. يعني كنسرحوها غير شويه وكنديروا معاها خليط. هذاك الخليط اللي وريتكم راه فيه الزبده والزيت والفينو. هذاك الخليط كله خلطت فيه الزبده والزيت والفينو والزيت بطبيعه الحال باش كنسرحوه. كما كتشوفوا هنا ما كنسرحهاش مزيان حتى كيبان سطح العمل. صافي كندهنوها بهذاك الخليط مزيان وكنجمعوها. يعني سهله بالنسبه للمبتدئين. صافي وكنجمعوها وكنخليوها حتى كترتاح مزيان. كنغطيوه حتى كيرتاحوا مزيان، عاد كنبداو نطيبوا فيهم. انا درت معكم دابا هادو. هذا هي الخليط ديال الزبده والزيت اللي قلت لكم، وعاد الزيت باش كنطلقوا العجينه. كما كتشوفوا كنسرحوا غير شويه وكنديروا الخليط اللي قلت لكم ديال الزبده والزيت هذا كندهنوه عليهم. صافي يعني ما تنطلقوش العجينه حتى كيبان لنا السطح اللي حنا خدامين فيه. لا غير كنطلقوا شويه صافي وكندهنوا بالخليط ديالنا ديال الزبده والزيت والفينو. الفينو كنخلطهم كلهم مع بعضياتهم وكندهن بهم. نعاود معكم وحده اخرى وغندير معكم حتى الطريقه ديال باش تشوفوا الفرق. انه الفرق في الاخر ديال الفيديو، يعني الفرق بين هذا المسمن والمسمن العادي اللي كندير. يعني كنورقوه مزيان. هذه وحده اخرى نعاودها معكم اللي ما كنورقهاش مزيان. يعني كندير لها داك الطريقه اللي انتشرت دابا في مواقع ديال التواصل الاجتماعي. هنا غنسرح وحده، غنسرحها معكم مزيان حتى تشوفوا. يعني غندير معكم الطريقات بجوج باش تشوفوا الفرق، واش كاين شي فرق ولا لا. وبطبيعه الحال غنقول لكم حتى واش كاين شي فرق يعني بالنسبه لي انا اللي يعني دقتو. وداك الشيء غنقول لكم شنو النتيجه ديال التجربه هذه. المهم ها هو كنخليوه وكنأكد خصو يرتاح مزيان باش كيجينا ساهل في التطليق. هنايا هادو غنبدا ندير فيهم بالطريقه العاديه. انا درت غير شي وحدين هنا بهذيك الطريقه، جربت لكم باش تشوفوا الفرق بين هذا وهذا. هنايا غندير الطريقه العاديه، يعني كنورقو حتى يعني بطريقه الخدمه ديالنا العاديه ديال المسمن. صافي كنورقوه مزيان وكندهنوه بداك نفس الخليط وكنديروه نجمعوه على شكل ظرف. يعني معروف هذه القضيه على 4. يعني اي واحد راه كيعرف الطريقه ديال المسمن. انا غير بغيت نشارك معكم هذه الطريقه اللي دارت ضجه. المهم هنا الطريقه الثانيه المعتمده، كنسرحوا العجينه مزيان وكندهنوها بنفس الخليط ديال الزبده والزيت وكنجمعوها على 4. كندهنوها بنفس الطريقه اللي دهنا بها الاخرى وكنجمعوها. يعني المسمن هذا ولا مشهور معروف. كيديروه الناس بزاف. كاين اللي كيشكر فيه وكاين اللي كيقول لك لا ما كيجي زوين. ولكن انا بحكم التجربه اللي درت انايا غنعطيكم حتى انا تجربتي بكل صدق ومصداقيه، يعني بكل امانه. يعني ما غاديش نزيد وما غاديش ننقص. واصلا المسمن ديالي راه معروف، يعني اللي كندير انا عاده. يعني الناس كلهم اللي ذاقوا عندي تيعجبهم
وبغيت نجرب حتى هاد الطريقه باش حتى جاني هكا ساهل زعما لاصدق ليا كما قلت لكم، راه غنبقى نعتمدها. المهم هانتوما غتشوفوا بعينيكم كيفاش كيجي المسمن الاخر، يعني هذا ديال هاكمك هاكباك كما سماتو السيده اللي دارته، والمسمن العادي ديالنا. هنايا صافي استمريت انا بالطريقه ديال الاخرى ديالي باش باش حتى لا ضاعوا ليا هذوك ما عجبناش بعدا راه ما نكملش فيه. المهم درت الاغلبيه درتو عادي بحال اللي كندير عاده، والاخرين درت فيه غير كميه قليله باش ما نديرش. هما يا هادو اللي درت اللي ديال هاك مكبك هما كيبانوا صغار يعني ما مورقينش، واللي مورقين راه هما هادوك الكبار هادوك. صافي هنا دابا غنبدا نطيب فيهم، غنخليهم انا راه خليتهم هنا حتى ارتاحوا يعني، وغنبدا نطيب في هادوك الاولين اللي ورقت. صافي هنا كنسخنوا المقله ديالنا الخاصه بالمسمن، نطلقوها شويه يعني ما كنرقوش بزاف. المهم صافي نبداو نطيبوا فيهم يعني الطريقه العاديه ديالنا ديال الطياب ديال المسمن، كندهنوه بشويه ديال الزيت وكنبداو نطيبوا فيه. تكون المقله سخونه بطبيعه الحال باش ما يشربش لينا زعما باش يطيب دغيا ما يشربش الزيت. كنرشوا المقله بطبيعه الحال. نعاود معكم وحده اخرى. المهم كنطلقوا بالوحده يعني كنبداو باول وحده وحنا غاديين حتى كنوصلوا حتى كنساليوهم. كون اي وحده درناها غنرشوا شويه الزيت باش كتحمر لينا تجينا محمره، ما كتجيش يعني بيضه. المهم هنا بعد ما رميتها نصور لكم المقله. هاد المقله الخاصه بالمسمن يعني ما تنديرش نخليها غير المسمن فقط والبطبوط. المهم هنايا بعد ما كنديرها كنقلبها على الجهه الاخرى باش كتنفخ. هذا راه المسمن ديال هاك هو هذا يعني راه تيجي ها شوفوا كيفاش كيجي يعني راه كيتنفخ وكل شيء وكيجي مورق من الداخل. اللي بغيت نقول لكم راه كيجي تقريبا ما كاينش فرق بينه وبين المسمن العادي، يعني راه تينجح نوعا ما يعني بين قوسين تينجح نوعا ما هو موجود. هادو اللي انا هزيت دابا هادو المسمن العادي ديالي اللي كندير دائما هو هذا، يعني مورق على حقو طريقه. هذا هو اللي هذا ديال هاكباك كما سماتو الاخت اللي مصايبه، يعني تيجي هو نفس الشكل يعني نفس يعني شوفوا هانتوما نحيد لكم الاضاءه باش تشوفوا كيجي نفسه هو كيجي مورق وداك الشيء، غير هو حاجه وحده انه كيجي ناشف من الداخل يعني كيجي ناشف. يعني مثلا الا درتوه في الفريغو وجبدتوه باش تسخنوا اولا برد وبغيتو تسخنوه راه كيجي قاصح ما تيتجري هو يجري يعني ما تيجيش كما الاخر يعني ما كياخذش حقه من الزبده والزيت ما تيجيش رطب. هو يبغي يتكالف في نفس هذا وكيجي شويه 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 كيجي من الفوق هو هذاك، ولكن من الداخل شويه كيجي ها ما وانا نوريكم من الداخل كيفاش كيجي شويه ناشف يعني كتجي ديك الورقه الفوقانيه مقرمشه والداخل ديالو شويه ماشي. المهم انا بالنسبه شخصيا ما عجبنيش بزاف يعني ما غاديش يكون معتمد عندي. المهم هذيك تجربه بغيت نوصل لكم الفكره كيفاش كيجي. شوفوا كيفاش كيجي يعني راه تيجي قاصح شويه زعما ماشي قاصح حتى كيبرد كيقصح لينا شويه من برا وتيبقى شويه غليظ شويه من الداخل. المهم المسمن هو الدليك وتورقيه حتى كتبان لك سطح العمل كما كنقولوا. صافي هذا هو المسمن اللي بغيتي تاكلين المسمن. اما هذا راه تيجي زوين اللي بغى زعما يعدي به وصافي. المهم هذه هي التجربه ديالي بكل صدق وبكل امانه يعني مني كيقدا يعني كنبغيو نسخنو راه تيجي حالته يعني ما تيدير. شكرا لكم على المتابعه.